عليكم ورحمة الله. الأخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما وليداتكم ومعز عليكم يا ربي يا كريم. شحال هذه ما طليت عليكم في اليوتيوب، غبرت ياك؟ شكرا بزاف بزاف الاخوات اللي كيسولوا عليا دائما سناء ياك شي بس ما كاين ومكناش كنشوفوك على اليوتيوب ياك لاباس؟ الحمد لله كلشي بخير وعلى خير، غير هو مسألة وقت. يعني اليوتيوب كيبغي انك تفرغي عليه، كيخصك تعطيه وقت، لا من التصوير لا من المونتاج لا من الحطان ديال الفيديو. الصراحه كياخد وقت بزاف في النهار. كيجيني الانستغرام ساهل، لانه بالنسبه للاخوات اللي متابعين على الانستغرام غادي يعرفوا انه راه موجوده فيه، كنحط فيه دائما فين ما وجد ليا شي موديل جديد او لا خدمت شي حاجه جديده فراني كنحطها في الانستغرام. الانستغرام تيجيني ساهل، يعني كتصوري داكشي اللي غادي تصوري واني ما كاملاش دقيقه اولا 2 دقائق صافي انت ساليتيه وحطيتيه، ما محتاج لا مونتاج ما محتاج والو، يعني دغيا. الانستغرام تيكون سهل بزاف مقارنه مع اليوتيوب. هادشي علاش غبرت. وشحال هادي كنت متفرغه يعني هي الطرز، يعني من يعني من كنكون خدامه شي حاجه ديال الطرز كنكون حاطه الكاميرا حدايا كنصور هذاك الشيء اللي درت، يعني ما محتاجش لا مونتاج بزاف ولا وقت بزاف، ماشي بحال دابا يعني كندير بزاف ديال الحوايج، يعني من الطرز من الفصاله من يعني بزاف ديال الحوايج. الاخوات اللي كيسولوني واش كنفصل، بطبيعه الحال كنفصل. انا كنفصل قبل ما كنت كنطرز، يعني تعلمت الفصاله قبل ما تعلمت الطرز، ولكن لقيت راحتي في الطرز ملي كنت كنخدم. يعني الطرز لقيت فيه راحتي، يعني ماشي بحال يعني كطرزي كيجي سهل، ماشي بحال الفصاله. كنت في الاول كنكون متخوفه منها، مع انه الحمد لله كنت معلمها مزيان، وبالنسبه للناس اللي كنت كنفصل لهم فدائما كيشكروا الفصاله ديالي، ولكن دائما كيكون عندي داك التخوف ديال واش غادي الحاجه تجي هي هذيك، واش غادي تجي في الطول هي هذيك، واش في العرض هي هذيك. يعني دائما كيكون عندي داك التخوف. داكشي باش لقيت راحتي في الطرز قلت بلاش عليا بشي صداع ديال الفصاله، صافي غادي نبقى متفرغه هي للطرز. ولكن لا، الانسان دائما يبقى يطور من راسو، ما يبقاش دائما في نفس البلاصه. العام اللي جاي يلقاك كدير نفس الحاجه نفس البلاصه ما غاديش تطوري من راسك، غتشوفي الناس من قدام كيزيدوا الناس اللي دايرين بك كيزيدوا لقدام وانت في نفس البلاصه. يعني العام اللي جاي يلقاك كديري نفس الحاجه. هادشي علاش كيقول لك الانسان خصو يخرج من منطقه الراحه ديالو. المنطقه الراحه ديالنا كيفاش كنكونوا كنديروا شي حاجه صافي كنرتاحوا فيها، ما كنسخاوش نخرجوا من ديك البلاصه. يعني تعلمت الطرز خدامه فيه صافي، الله يجعل شي بركه، ما نزيدش نخدم شي حاجه اخرى. ولكن لا، الانسان يطور من راسو، يتعلم حاجه اخرى، يتعلم صناعه اخرى، يتعلم في صاله، يتعلم عطل الله من نتعلموا. مش عيني بشحال هادي قلت لكم كنت كنتعلم هي الطرز، كنخدم هي الطرز بوحدو. يعني واحد الوقت جيت كنشوف يعني الا مثلا جات عندي السيده ولا الخياطه او لا يعني بطرز شي حاجه راني كنخدم، الا ما جاتش عندي فنبقى مربعه يديا ما يمكنش. هادشي باش قلت غادي ان شاء الله نبدل من طريقه الخدمه ديالي، وانسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ونحيدوا علينا الخوف، وسيدي ربي راه كيكمل بالخير. صافي هنايا جمعت الوقفه كما تيقولوا وبدلت الطريقه ديال الخدمه ديالي تماما. كما كتشوفوا قلت لكم راه راني وليت كان شحال هذيك كنت كناخذ هي الطرز بوحدو، كنطرز الرشيمه ديالي قفطان اولا جليبه اولا اللي كان وصافي. ونبينا عليه الصلاه والسلام يعني كتكوني مرتاحه، ماشي بحال قلت لكم الفصاله شويه تكون فيها شويه المسؤوليه، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد، كلشي بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الانسان كيتعلم كيتوكل على الله سبحانه وتعالى وسيدي ربي كيكمل بالخير. هادشي اللي كان دائما كنقول الاخوات، هو ما نحيدوا منا الخوف، نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، نحيدوا منا الخوف. وراه شنو غادي يوقع كاع الانسان كاع الا مثلا بدل الدومين فاش خدام اولا بدل الطريقه اولا يعني ما غادي يخسر والو، غادي يكتسب تجارب جديده. نخرجوا من منطقه الراحه ديالنا، نتوكلوا على الله، نديروا حوايج جدادين، نطوروا من راسنا وسيدي ربي كيكمل بالخير. ماشي دائما نبقاو مربعين يدينا ونبقاو في نفس البلاصه. غنشوفوا دائما الناس اللي دايرين بينا كيزيدوا لقدام وحنا دائما العام اللي جا غادي يلقانا في نفس البلاصه. هنايا من بعد ما فصلت هاد القفيطن هاد القفطان هذا، راه بالنسبه للاخوات اللي متابعيني في انستغرام غادي يعرفوا هاد الموديل. هاد الموديل هذا كيتخدم باللوينات، كيجي مخدوم بالطرز في الصدر وفي من الجهه ديال التركيز وفي الكميمات، وكتجي فيه حتى الطرزه في الظهر، كيجي غزال كيجي زوين بزاف بزاف. من بعد ان شاء الله غادي نوري لكم الموديل ديالو كيفاش داير.
هنا من بعد ما فصلته اصلا كنت حاطه ليه اللوينات ديالو باش غادي تخدموا. كيتخدم هاد اللوينات هادو كيجيو رائعين، يعني في الغوز البلو جين يعني هاد اللوينات هادو كيجي بهم هاد الموديل هذا زوين بزاف. والسقل اللي كندخل فيه حتى السقلي، بالنسبه للسقلي اللي كنخدم به دائما هو السقلي الباطو، يعني ماركه مزيانه الحمد لله، عمره ما حشمني، هو باش كنخدم دائما. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوا على النوعيه ديال السقلي باش كنخدم، يعني هو هذا سقلي الباطو. كي قلت لكم الاخوات، يعني حاولوا تخرجوا من منطقه الراحه ديالكم، يعني ماشي مثلا لقيت راحتي في واحد الحاجه نبقى دائما خدامه فيها، صافي كندير الرنده نبقى دائما في الرنده، وجات شي خدمه هو هذا كنخدمها، ما جات صافي كنبقى مربعه يدي معوله دائما على شي واحد يجيب لي الخدمه باش نخدم. لا، نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، نديروا حوايج جدادين، نتعلموا حوايج جدادين، وسيدي ربي كيكمل عنا بالخير. هنايا هاد الصباح هذا كما كتشوفوا راه كنسبق الفصاله هي الاولى، يعني الفصاله كنبغي ملي كنفصل يكون في الصباح، ما نكونش مبرزطه هكا، ما كنكونش حله المحل، ما كيدخلوش عندي هكا الكليان اللي غادي نتبرزط معاهم، ولا كتعرفوا الفصاله راه تيخص الواحد يركز معاها. صافي هاد الصباح هذا كنفصل، كنشوف الحوايج اللي تخدموا باش كنديهم دوز لهم السورجي، واللي ديال اللي غادي يدفع عليها الروام ديالها كنحطها باش تدفع عليها. وهكا فاش كيدوزو الصباحات في العشيه بعض مرات كنحل المحل، بعض مرات لا، يعني ماشي دائما كنكون حل المحل. هذا هو الموديل اللي قلت لكم الاخوات، يعني بحال هكا. بالنسبه للبنات اللي متبعيني في الانستغرام راه غادي يشوفوه في البلوسيل كيفاش نخدم، وغادي نحط لكم حتى الانستغرام ديالي بالنسبه اللي غادي يدخل لي عندي الانستغرام يتبعني، فمرحبا بكم، غادي نحط لكم الرابط. المهم هو راه كافتون بايسانه، اللي دخلتوا الانستغرام ديروا كافتون بايسانه وراه غادي تدخلوا ليه. شوفوا الموديل كيفاش كيجي غزال. هنا راه هاد التصوير ما عطيش حق اللوينات كما هما، مع التصوير كيبانوا اللوينات كيبانوا باهتين، ماشي كما في الصوره مباشره. صافي قلت لكم هذا الصباح هذا كنحاول نخدم، نحيد داكشي اللي عليا من فصاله، من حويجات اللي تخدموا، من فينيسيون، من داكشي كنحاول ننظم الخدمه ديالي باش في العشيه الا كان جايه عندي شي كليانه اولا غادي ناخذ عليها القياس اولا غادي دير لي السياج اولا شي حاجه، فراه كيبقى ليا الوقت ديال العشيه خاوي. يعني الصباح ما كنحلش نهائيا، ما كن يعني كي قلت لكم كنكون مبرزطه مع الفصاله ومع داكشي، علاش ما كنحلش المحل. وصافي هذا هو نهاري فين كيدوز، يعني كيدوز ما بين الشغل ديال الدار وما بين الوليدات وما بين الطارز وما بين الفينيسيون وما بين بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على الماكينه ديال الطرز منين خديتها وبشحال خديتها ولا، فانا في الفيديوهات السابقه انا حطيت لكم النمره ديال الشركه ديال فورتيفر، فتواصلوا معهم هما غادي يعطيوكم المعلومات كامله، لانه الثمن باش خديت انايا بشحال هذه ماشي هو الثمن اللي غادي يكون دابا، كنعرفوا راه كلشي تزاد، والاثمنه بطبيعه الحال ديال شحال هذه راه ماشي هي دابا. بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال المسوس حتى هو كيجي غزال، كيجي هماوي، راه قلت لكم حتى هو راه تلقاوه عندي مصور في الانستغرام، الجلابه كامله مجموعه. هذا هو السده ديالها، كتجي هكا سليته في الصدر، وفي الكمام كتجي سلته اللي هي عريضه شويه، وكتجي حتى واحد القبيبه حتى هي كتكون هذا في القب، باش كتجي عاطيه منظر، ما كيجيش القب حتى هو خاوي، ضروري نتا هو نديروا ليه شويه باش كيجي عاطي داك المنظر من اللور كيجي زوين. وكي قلت لكم هكا كندوز النهار ديالي. بالنسبه للاخوات اللي كيشوفوني، يعني توكلوا على الله سبحانه وتعالى، خدموا، طوروا من راسكم، تعلموا مهارات جديده، تعلموا تقنيات جديده، تعلموا خدمه جديده، هكا باش الانسان كيطور من راسو وكيزيد للقدام. هنايا صافي الفيديو ديالي غادي يتسالى، نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو اخر، والى اللقاء.